تخيل معايا كده في كائن ما يتشافش بعينك اضعف من انك تحس بيه، بس لو دخلت حرب نوويه هو اللي هيكسب. اسمه دب البحر او التراديجرادا. شكله عامل زي دب كده صغير وعنده 8 رجلين، بس مش كيوت زي ما تتخيل. ده وحش صغير جدا وقوي، حرفيا بيكسر قوانين الطبيعه. العلماء خدوه قالوا تعالى نعمل عليك تجارب ونشوف انت قد ايه جامد، فقرروا يفجروا عليه اشعه اكس ويقولوا له موت، قال لهم لا. رموه في الفضاء بدون اكسجين وبدون حمايه ودرجه حراره 270 درجه مئويه، وبرضه رجع عايش وكأن اللي حصل ده مجرد شويه هواء ساقع. جربوا يسخنوه ل 150 درجه مئويه ويسيبوه بدون نقطه ميه لسنين طويله، وبرضه يقوم كأن مفيش حاجه حصلت. ده حتى دخلوا عليه ضغط يساوي تقريبا 6 اضعاف اللي في اعمق نقطه في المحيط، وبرضه قاعد بيهزر. العلماء بيقولوا انه ممكن ينام سنين ولما الظروف تتحسن يصحى يقول يا صباح الفل. طيب ليه؟ عشان جسمه بيعمل حاجه اسمها كريبتوبايوسيس، يعني بيقفل على نفسه كأنه جمد الوقت جواه ويستنى الدنيا تهدى. يعني كان الصغير ده حرفيا مرعب في قدرته على النجاة. لو حصلت نهاية العالم غالبا هو اللي هيورث الكوكب مش احنا.